وداية تيليست بداية. المهم اليوم غادي نديرو الترتيب ديال احسن السيريات ديال الكتاب تقريبا اللي تقدر تخدمهم. وحاليا جبت لكم تمارين. انا عارف بلي كاين عشرات التمارين ديال الكتاف، كاين العشرات، كاين اللي كيكري داك الكورس ديالو اللي فيه غير العفن وفيه غير الكذوب والخرا والتخلويض، كيدخل لك شي سيري تماك هو اللي مختارعو، ولا كاين شي واحد اللي يخرج على شي واحد بشي تمرين اللي كاع ما كاينش. انا هادشي غادي نديرو بلا كورس بلا والو. هاد لاشين ما عندي من ربح من دين مال الكلب في هاد النهار. غادي نقول لكم بلا ديتاي، ومن برا مرة ما غاديش يكونوا فيديوهات ديال لاصال، كيكونوا حتى فيديو ديال الرجال كيفاش اورينتيو راسهم في الدنيا وكذا وكذا. انا ماشي كنجي هنا كنقول لكم بلي انا راني واعر كنعرف اورينتي راسي، هذا غير قوس فتحته بعدا باش نتفقوا. ما غاديش نقول لكم انا راني كذا وهذه واعر وباغي نعاونكم، لا. حقاش ديال الدنيا كل ضروري بطيح شي اخطاء، وموراها غادي دوك الاخطاء غادي يعاودوا يجيو، نفس الاخطاء غادي يعاودوا يجيو باش الدنيا تعرفك واش تعلمت من الخطا ولا بقيت بغل. المهم غادي نرتب، جبت لكم سيريات ديال، ما خصنيش نقول سيريات، خصني نقول تمارين. ركز. جبت لكم تمارين ديال الكتف الوسطى، الوسطاني، الاوسط، الكتف الاوسط والكتف الخلفي. علاش ما جبتلكمش الكتف الامامي يا رجاله؟ علاش؟ لحقاش الكتف الامامي كتقدر ترينيه مع البنش بريس. المهم على البنش بريس، البنش بريس انكليني باش ترين تضرب الصدر الفوق، كتريني متى تونجاجي مع الكتاف. المهم هذاك ما غاديش نركزوا عليه. الكتاف القدامين كتونجاجيهم مع الصدر. يعني الا بقيت المهم ما غاديش نبقى ندخل في الهضره. غادي نرتبوا هاد التمارين اعزائي الكرام على هذا المبيان هذا اللي عندنا كابتن امريكا ليفل. المهم هاد الكاتيجوري يعني التمرين كيوفي بجوج الوعود ديالو، تمرين واعر ومتقدرش تستغنى به. يعني خصك التمارين اللي غادي نحطهم في كابتن امريكا، خصك دوك التمارين تزوج بهم. يعني خصك صافي ما تطلقهمش، خصك تبقى ديما دايرهم في حياتك، لقاش هما اللي غادي يصايبوا لك الكتف ديالك باش يعطيو الشكل 3 دي كاين اللي كيقول لهم كيعطيو الشكل ديال الكوكب، ديال شي كره ارضيه، كيولي يدير مضايق داك الكتف عندك تبارك الله. وهادشي اللي بغينا. عندنا كاين يعني تمرين مزيان، ولكن المهم هو مزيان، ولكن كاين شي حوايج اللي ناقصين اللي ما يوصلوش للنيفو ديال كابتن امريكا ليفل. وعندنا ما فهمتوا ديك الدارجه ديالنا. ما ايوب واش مشيت، واش غيتوريني في واش حافظ الاكزام غيتوريني فيه اني معول عليك؟ ما حافظش. المهم عندنا المهم التمرين هاد السيري هذا هو اللي كتشوف شي واحد كيخدمو غالبا كتخرع عليه بالضحك تقول وات ذا فاك برو. وعندنا قد ذا فاكاري. المهم غادي نبداو. عندنا سيدي ستاندينغ شولدر بريس بالباربيل. هذا كابتن امريكا ليفل. هذا كنصح اي واحد اللي عنده كتاف رقاق ولا ضعاف ولا كتاف عنده بحال كيطردقوا، كتسمى ديك الطرطقه ديال العظام، لقاش كتكون عندهم الارتيكولاسيون ديال الكتف ضعيفه بزاف. كنصحوا بهذا التمرين. هذا التمرين علاش؟ لحقاش فاش كتوقف كيصعب عليك انك تهز الثقل ديال الباربيل. علاش؟ لحقاش لا ماس حنا عارفين كتجيبها من الارض ياك جاذبيه. المهم باش نذكر لكم الجاذبيه باش ما نبقاش نتفلسف عليكم. دابا فاش كتطلع الباربيل الفوق باش تدفع بها في السماء، لا ماس ديال القوه كتجيبها من الارض، كتجيبها من الموليات، مرورا بالهامسترينغز، مرورا بالجلوتس، مرورا بالظهر ديالك ولي زابدو. ماشي لي زابدو 100% ولكن غادي نقول لكم علاش. ومرورا بالكتاف، اليدين والكتاف، تلقاش كتدفع بالكود ديال. المهم علاش فاش كتوقف كيكون السيري واعر الكتاف، ماشي بحال فاش كتكون جالس. لحقاش فاش كتكون واقف اولا كيصعب عليك تهز الثقل، لحقاش الجلوت ديالك كيخدموا، الموليه ديالك كيخدموا، الهامسترينغز ديالك كيخدموا، كيحاولوا باش يلقاو الاخر الستابيليتي باش توقف مزيان. وكتخدم مع اللي حاجه مهمه، واي بوكسر واي واحد اللي هو كيدير شي فن قتالي كتخدم اسيدي الكور ديالك. شنو كنقول الكور؟ ما كعنيش الجسم كامل. الكور باللغه ديال لاصال، الكور هي كتعني بها هي لي زابدو والاوبليكس. هادو هما اللي كتخدمهم فاش كتخدم مع الكتاف فاش كدير ستاندينغ
باربل بريس، شولدر بريس، كتخدم مع هذا الشيء كامل. وكنصحكم بهذا التمرين لحقاش هذا والله الا اللي هو اللي غادي يبدل لكم حياتكم في الكتاف. نسيت واحد الحاجه، كيقول لك هذا التمرين ديال اي حاجه اللي كتدفع بها الكتف الفوق كتخدم بها كسميتو. بحال راه عندنا هاد التصويره غالطين دايرين لك هنايا بالازرق زعما كيخدم الكتاف قدامي، ولا غلط، ما كيخدمش الكتاف قدامي، كيخدم الكتاف الوسطانيين يعني الجناب. هادشي اللي خصكم ديروه في راسكم. ولكن ماشي 100% كيخدم الكتاف الوسطانيين، 70% كتاف وسطانيين، 30% الكتاف القداميين. يعني هذا دومينو الكتاف الوسطانيين سالين، ما كاين ما ولكن. اللي غادي يقول لك كيخدم الكتاف القداميين يهبط يناقشني في الكومونتير، انا راني موجود. هذا كيخدم الكتاف الوسطانيين سالين. والفرق بينه ما بين هذا اللي كتجلس فيه فينا هو وهذا فاكي. هذاك فاش تكون جالس هذا حتى هو كابتن امريكا ليفل. هذا فاش كتكون جالس ما تخدم الكور ديالك، هذه الجهه ديالك كامل غادي يمشي لك الباربيل الدلتس الوسطانيين. هذا كتكون لا طونسيون كبيره بزاف في كسميتو على الكتف الوسطاني، ماشي الجهد كبير وانما كيعاونك في هاد التمارين بزوجهم، كيعاونوك باش تشد الشكل ديال الكتاف ديالك. اسمحوا لي، كيعاونك باش تشد الشكل ديال الكتاف ديالك. هاد التمرين ما واخا دير الكتاف مزيانين غادي خاصك تخدم هاد التمرين عاوتاني، خاصك تبقى تخدم بهم لحقاش هما اللي غادي يبينوا لك الكتاف اصاحبي. واي واحد مبتدئ في الكتاف اللي كيجي الدامبل ثقال ولا شي حاجه ننصحو بهاد التمارين هادو، لحقاش هادو غادي يبينوا له العرض ديال الكتاف ديالو، غادي يعطيو له الفورما والكتاف اللي باغي يوصل له. عندك يا سيدي التفاكاري، هذا من بين اسوء التمارين اللي شفتهم في حياتي ديال الكتاف. اولا يعني في ستابيليتي ديال الكتاف لا، واش صحي لا، واش هاد السيري امن لا، واش فيه الاخطار بزاف، واش كيهلك لك الكتاف ديالك كثر ما كينفعك، اييه كيهلك. واش كدير فيه البروغريسيف اوفرلود، الا درتها غير سير الغد اللي نلقاك مرمي في شي سبيطار في الركنه، ولا نقول لك مالك شنو وقع، تقول لي راني خدمت بغيت نخدم هاد السيري راه كتفي هرب لي من بلاصتو ولا فرط لي من بلاصتو. هذا شحال من واحد كنشوف ايامات كورونا وقال كنت كنشوف الفيديوهات ديال هادو اللي كيخدموا هاد السيري، نقسمكم بالله الا شحال من واحد طار له الهرب ديالو، طار له الكتف ديالو من بلاصتو، وشحال من واحد اصاحبي جابها في عظمه تهرس. هذا من بين اكفى السيريات ديال الكتاف الداري. واخا كتهز في الثقيل ما غاديش تحس بالوجع، غادي تقول لي ولا راه كيخدم لي وراه كتافي صحاحو بهذا التمرين. واخا نتحداك من هنا ل 10 سنين نشوف كي حالتك غادي تولي، يولي كتاف كاملين كيضروك، لحقاش هذا كيهلك الجوينتس ديال الكتاف. هذا عمرك ما تخدمه سالينا دوزو. على سبيل الهضره اللي كنا هضرناها قبل على هذا التمرين هذا، حتى هذا بحاله تقريبا. هذا غادي يطلع لا ماشي كاين، هذا يطلع في كابتن امريكا ليفل. وتقريبا التمارين اللي كيكونوا ديال الكتاف فاش كتكون كتوقف هادو كينفعوا صحاب الاتليتيزم ماشي البادي بيلدينغ. كاين فرق. الاتليتيزم اللي كيبغي انه كاين داك النوع اللي كيبغي غير الجسم ديالو ما كيبغيش يكبرو بزاف، كيبغي غير يكون سبورتيف. وكينفع بزاف صحاب البوكس كما قلت لكم في الاول، لانك البوكس وكسميتو البوكس الام ام اي المواي تاي الكيك الفنون القتاليه كامل، لحقاش كيطور وكيقصح الكور ديالك بزاف. نعاود نقولها، فاش كنقول الكور كنقصد اسيدي بلي زابدو لي زوبليك، لحقاش دابا جيب لي شي بوكسور دابا يضربك وتشوف عنده بعدا لي لوبليك ولا زابدو قاصحين، يضربك غير دقه واحده صافي مشيت غادي تسخف، لحقاش القوه ديالك كتجي من المهم. هذا الموضوع واحد اخر، ندير فيديو واحد اخر باش نساليو من هادشي كامل. شوفوا الفورما ديال لي الاوبليكس ولي زابدو ديال ماغريغور، وشوفوا شحال من واحد طيحوا غير بدقه واحده، غيتعرفوا باللي هاد التمرين هذا راه كيقصحوا البانشين باور. المهم كيبقى هذا مزيان للكتاف اون جينيرال، وكيعاونك باش تشد الفورما ديال الكتاف ديالك وكيبينهم لك مزيانين. لقاش عندك انا شخصيا واخا ما كنخدمش هذا، كيجوني بحال هذا وهذا بحال انا كنخدم بالباربيل حسن لي، لحقاش الدامبيل عندي مشكل ديزيكيليبراج، عندي يد ضعيفه شويه على يد من الناحيه ديال الجهد. كنخدم بالباربيل باش الا عواجت كنيكيليبري فاش كنشوف في المرايه.
ولكن في الباربل يجيك في سميتو في الدامبل صعيب عليك شي شويه الا انت عندك داك الماسل امبالانس، عندك داك ما عندكش العضلات قد في الفورمه، عندك وحده ضعيفه على وحده. المهم غنمشيو للكتاف اللورانيين الداير لقاش باش نوعو شي شويه. عندنا الريفرس باك فلايز، هذا ديال الصدر، هذا كتكون جالس هذا اصلا ديال الصدر، ولكن انت كتقلب الجلسه 180 درجه وكتخدم بهم الكتاف، كتبقى الكتاف اللور كتبقى تجر اللور. هذا من بين احسن التمارين كابتن امريكا ليفل، من بين احسن التمارين ديال الكتاف اللور. هذا ما غادي يدير لك لا انجوري لا يقصحك، ما غادي يصيفطك للركن. هذا التمرين ما غادي يضرك ما والو، بالعكس هذا التمرين ما خصكش بعد تقل فيه، لحقاش كل ما تقلت كل ما غادي تونجاجي الظهر ديالك حتى هو غادي يبقى يخدم معاك. اصلا جيب لي شي سيري ديال جيب لي شي تمرين ديال الكتاف اللور ما كتونجاجيش معاه الظهر. يلا نسكت دابا 5 ثواني ونخليك تفكر. يلا ما كاينش. علاش ما كاينش؟ لحقاش ضروري. ما يهمش انا ما يهمنيش التمرين كيفاش غادي يكون ديال الكتاف اللور، ولكن انا اللي عارف وكل شيء عارف والمعلمين ديال لاصال عارفين باللي فيكم ما كتجر باش تريني الكتاف اللور حتى الظهر لا بارتي الفوقانيه ديال الظهر حتى هي كتخدم معاك. وهذا كيكون سيري مزيان. هذا خصك الكتاف اللور خصك تدخلوا في البروغرام ديال البوش بول ليغ الا كنت خصك تدخلوا في البروغرام ديالك مع البيسبس والظهر الا كنت كدير بوش بول ليغ. المهم ولكن هذاك خصو ضروري يدخل مع الظهر باش نكونوا واضحين ومتفقين. ما تخلطوش الداري السيريه ديال الظهر اللور مع الكتاف القدام، الكتاف القداميين والوسط. الكتاف القدامي والوسط الدراري ديروها في عقلكم كيمشي مع البوش داي. السيريات ديال الكتاف اللور كيمشي مع البول داي مع الظهر. سالين عندنا سيدي، عندنا هذا كتكون جالس كتميل الظهر ديالك وتبقى الرفرافه الخلفيه ولا عرفتي كيقولوا الوالدين. هذه كاين هذا سيري اللي مزيان وما غاديش يعرضك الخطر. والاخر ما تقدرش اصلا ما تقدرش دير فيه بروغريسيف اوفرلود، لحقاش بنادم طبيعيا كيهز ما عرف شحال في البيسبس 50 ولا ما عرف الكتاف كيدير كيبقى يهز يلاه بديك 10 كيلو. انا براسي كنهز 7 ونص في الدامبلز وكنوصل ل 10 كنعيا. علاش ماشي ل 10 ونص كنوصل ندير بها 15 كنعيا وعاد كنبلوكي من الفوق وكنهبط. هذا كيصلح للتمرين ديال كيصلح الكتاف اللور وكيطلع كيطورهم مزيان الدراري. هذا ما خصكمش تزقلوه، ولكن ماشي كاين ما احسن منه غادي ندوزو له، ولكن هذا مزيان كيبقى في الكاتيجوري ديال كاين. عندنا سيدي هذا كابتن امريكا ليفل. هذا ديال كتجيب باش نحطو بعدا قلت فكاري حيد من الطريق. هذا سيدي شنو كدير به؟ هذا كتجيب الكرسي كتميلو 145 درجه. قلت 145 درجه لقاش الكرسي في زاويه منفرجه، وكتجيب ليزارطير وكتحط الصدر ديالك تماك على الكرسي وكتبقى تطلع. النصيحه اللي غادي ننصحكم بها باش ترينيو هذا التمرين مزيان باش تحسوا به مزيان هي انك خصك ضروري تهز بالثقيل. هذا التمرين كيتمركز على انك خصك تهز بالثقيل. الا هزيت بالخفيف ما غاديش تلاحظ فرق. خاصك داير تهز بالثقيل. بحال مثلا انا الثقيل اللي غادي ندير انايا شخصيا كنتريني ب 17 ونص في كل يد 17 ونص. كنريغل البوزيسيون ديالي برجلي كما كنشوفوا في التصويره، ما نهز حتى نريغل البوزيسيون ديالي مزيان. غادي ديروا في بالكم اي تمرين كما كان تريغل البوزيسيون ديالك عاد بدا تخدم، عاد بدا تهز الكيلو. لحقاش الا بقيت كتحاول تبوزيسيون وانت بوسط السيري تقدر دير شي حركه اي صافي ظهري مشى صافي يمشي الركنه ويتهنى منك باك اللي كيصرف عليك وجالس كتحزق له في المنطقه. هنايا غادي تحاول تطلع. فاش تطلع الفوق حاول انك تبلوكي 5 ثواني ولا 4 ثواني. دابا ديرها في يدك ميل وبقى تهز. فاش تطلع الفوق الدامبلز زير وبقى مخلي 4 ثواني وعاد رخي. فاش ترخي ماشي تهبط يديك بالزربه، الا هبطت يديك بالزربه مع الثقل ديال الدامبل غادي يقدر تفرط لك الكتف ديالك من بلاصتك ولا العظم يتحيد من بلاصتو ديال الكتف. ضروري اتونسيون خصكم تحاولوا كل ما يزاد الثقل كل ما يزاد الريسك. هادشي الحديديه هادشي اللي غادي يعرفوا هاد الهضره اللي كنقول. كل ما غادي تطلع بلوك 4 ثواني وهبط. فاش تهبط ما تهبطش بالزربه، رخي غير بشويه
صافي هادشي اللي كاين. هذا احسن التمارين ديال كتاف اللور، وبينوا لي كتاف اللور مزيان. عندنا سيدي يما الحبيبه، هذا من بين احسن التمارين الداري ديال الكتاف الوسطانيين، الجناحين. هذا هو احسن تمرين ديال الكتاف الوسطانيين. ولا كاين اللي كيقول لهم الجناب، تلقى الجناب حنايا اصلا ما خصناش نقولوا الجناب، لحقاش فاش كتكون واقف راه الكتف الوسطاني كيكون مطور، عليه كيبانوا الجناب واسعين، كيبان داك الجنب مبوط، اما هذاك راه الكتف الوسطاني. هذا سيدي لا طونسيون ديالك فك ما كتطلع، سواء كتطلع ولا كتهبط، لا طونسيون ديما في الكتف ديالك، ديما في الكتف الوسطاني، ما كيعياش. وهذا كنصحكم تخدموا بواحد البوال اللي ماشي ثقيل بزاف الداري. راه الاغلبيه ديال التمارين اللي كيكونوا ديال الكتاف ما خاصكش تخدم بالبوال اللي ثقيل، غادي تجيبها في راسك. كنهضر معاك وسمع الهضره ديالي، ما بغيتش انا نطيح في هذا الخطر اللي طحت فيه انايا. هاد السيري هذا كنت هذا اللي كنهضر عليكم، اللي كنهضر عليه عليكم. هذا كنت كنتعب الثقيل، جبتها في كتافي، جبتها في كتفي اليسار. واخا هذيك ماشي شي، الحمد لله ماشي شي اصابه اللي كراف، ورجعت مور واحد 2 سيمانات ولا درت هكا ترويض خفيف. المهم هذا كننصحكم تخدموها الداري، حاولوا ما تزقلوش هاد التمرين، 4 سيريات حتى ل5، ما تزيدوش فوق 5. هذا كافي انك تطور الكتف ديالك الوسطاني بكل سرعه بسرعه. عندنا سيدي البريسز. واش البريسز؟ هذيك كتسمى البريس ديال المعالقه، لحقاش كتجيب دوك الدامبيلز قدامك، ماشي كديرهم جنب، كديرهم قدامك وكتبقى تطلع بحال هكا. هذوك كيقولوا السكوب ديال المعالقه، وانا غادي نقول لكم علاش كيقولوا السكوب ديال المعالقه. هذا غادي نحطو في انا غادي نقول لكم علاش بالضبط. هاد السكوب ديال المعالقه، علاش سمينا ديال المعالقه؟ لحقاش انت دابا ركزوا معايا في هاد البلاصه هادي. دابا خونا دابا غادي يمشي، دابا خونا راه شاد الدامبيلز ب 90 درجه وكيطلع كما كتشوف. ما حدو كيطلع راه خصو يخلي الزاويه هادي، خصو يخلي 90 درجه، لحقاش الا مشى وحتى هبط اليد ديالو بحال وسع اليد القبضه ديالو شي شويه ولات فوق من 90 درجه، شنو غادي يولي كيتريني؟ غادي يولي يتريني البيسبس. اذا حنايا هاد التمرين ما مساعدناش، لحقاش اصلا صعيب على شي واحد مبتدئ ولا في لاصه، صعيب انه يبيرفورم هاد التمرين هذا، يبيرفورمي هاد التمرين هذا، لحقاش اصلا خصك تكون ضابط لا تكنيك مزيان. وانا كنعاون الداري اللي يلاه داخل لاصال ولا اللي دوزوا واحد الخبره قصيره 2 ولا 3 سنين بحال هكا، غادي نقول لكم هاد التمرين بعدوا منه، لحقاش ما غاديش ينفعكم اصلا، ما غاديش تضرب كتف الوسطاني مزيان، غير ريحوا في حالكم. عندنا يما شفتوا انا نتقلب. هذا احسن تمرين ديال الكتاف اللور الدراري. اي تقولوا لي بلاتي دابا غادي نقارنوا مزيان. عندك هذا اجي لهنا انت لقدام، احسن تمرين ديال الكتاف اللور الدراري. كتوقف وكتجيب تقل الدامبيز كيما هاد التمرين هذا، وكتبقى تطلع تبلوكي الفوق وترخي، تبلوكي وترخي يدك، تجبد ترخي، طلع تزير 4 ثواني وتهبط، ترخي يديك بشويه. هذا عاوتاني فاش كتخدمو وانت واقف راه كيطور الكور ديالك. تقريبا اي تمرين انت كدير وانت واقف كيطور الكور ديالك، كيطور لك لي زابدو والاوبليكس ديالك. عليها تقدر تكون هكا، يكون لك هكا شي صاحبك اللي عمره ما خدم لي زابدو هكا، كتلقاه عنده لي زابدو قاصحين والاوبليكس باينين، والمهم كتلقى التضاريس ديال الكور ديالو باينين. هذاك عرفوا كيدير تمارين اللي ماشي ديال الكور مباشر، ماشي ديال الكور، ولكن كيطارغيتي الكور بهاد السيريات فاش كيكون واقف، بحال التمرين هذا اللي عندنا. كاين بزاف منهم، كاين ديال اليدين المهم حنا كنهضروا على الكتاف. هذا واعر الدراري، هذا اقسم بالله لا واعر. هذا عندكم هذا وهذا هما اللي يبينوا الكتاف اللور ديالي. انا كنخدم انا غير هاد الزوج ديال الكتاف اللور سالين، كندير 4 سيريات، ما كنحسبش كل سيريه، كندير حتى الليميت ديالي، حتى الليميت. وفي السيريه الرابعه كندير بها الدروب سيت. عاوتاني كنجي لهاد التمرين 4 سيريات، السيريات 3 الاولى كنديرهم بلا ما نحسب حتى الليميت، السيريه الثانيه كندير الدروب سيت. هذا كيخري لك الكتاف اللور مزيان وكيخدمهم مزيان، وما غاديش يكون عندك عذر انك فاش غادي تفوت شي شهر ما غاديش تلقى
بغيتش تلقى ديك الطروات ديال اللور اللي غيتبين لك الكتاف ديالك، ولكن بشرط انك تخدم مزيان وما تهاونش وما تكاسلش وما يجيكش العجز. وواحد الملاحظه الدراري اللي كيتفرجوا فيه وكيقولوا هاد خونا كيسب ولا كيشرح بالسبان ولا كيخسر الهضره، عندك جوج حلول: يا غادي تفرج بالكيت، يا غادي يا بغيتش يا غادي ديزابونا وتمشي في حالك ما تفرجش، عمرك ما تفرج فيا، واصلا غادي راه ضربه موجعه عليك نتايا. غادي تمشي تفرج في شي واحد المغربي اللي غادي يبيع لك شي كورس مخربق، ولا غادي تقول لك شري من عندي كورس. الله يهديكم صاحب الكورسات حتى هما غير كيخوروا صاحبي. شري عليا كورس ب 19 دولار 99 نوريك السيريات اللي انا كنعطيكم القابض بلا ما نبيع لك حتى شي حاجه وما كذبش عليك، كنقول لك الحاجه اللي تضر لك واللي تنفعك. سالين عندنا هذا ديال الكتاف الوسطاني، هذا كيتسمى ايجيبشن كيبل ريز، يعني هذا ديال البيراميدز، الشكل ديال الفراعنه. المهم هكا سماوه علاش؟ لحقاش فاش غادي تجيب الكابل وغيتحطوه بين رجليك، دوزو بين رجليك وتبقى تطلع بيد وحده. هذا نحطوه في كاين، واخا هاد التمرين واعر الدراري، ولكن غنحطوه في كاين علاش؟ لحقاش السفل ديالك غادي يبقى يمشي في يد وحده، خصوصا الا كان عندك انت السفل ميت خاري في السفل، غتبقى تاني يد بيد يد بيد يد بيد. غتشوف كاين هذا احسن منه، هذا اللي قلت لكم عليه، هذا احسن منه تقريبا، ماشي شي فرق تقريبا. الفرق الوحيد هو ان هذا كيهز بيد والاخر كيدفع بجوج يدين، كيبقى يجرب بجوج يدين. صافي هادشي اللي كاين. ننصحكم بهذا الدراري، واللي باغي يخلط هذا مع هذا سير خلط ماشي مشكل. بعد هذا تمرين مزيان ننصحكم به، ولكن ننصحكم بواحد الحاجه: فكم ما كتبقاو تطلعوا بالكتاف حاولوا تبلوكيو 4 ثواني وهبط. هنا غادي تزيد دير لا طونسيون مزيان لداك الكتف ويتعيه. الا وصلت تقريبا الا قدرت دير غير 5 ديال التكرارات بهذه الطريقه اللي كنقول ديال تبلوكي وتهبط، راك مخير. والله الا راك مخير، راك غادي تزيد لقدام. عندنا هذا كسميتو، هذاك تكون جالس وكتطلع الدامبيز الفوق. كاين في كابتن امريكا. انا حطو في كاين لحقاش السيريات اللي كاينين دابا في كابتن امريكا راه حسن هذا تقريبا، لحقاش ديجا شفناهم. عندنا ديال ستاندينغ تقريبا بحال هذا، وعندنا ديال هذا اللي قلنا ديال الباربيل كتوقف به، وعندنا هذا اللي كتكون جالس تقريبا هذا بحال هذا. انا ننصحكم هذا ماشي كنقول لكم تمرين ماشي زين، هذا التمرين واعر ديال الكتاف، تمرين قادر الغرض مزيان، ولكن هادو احسن منهم الدراري. ما غاديش ندخل في لي ديتاي لحقاش ما عييت ما نشرح قبيله. المهم عندنا الارنولد بريس، انا نحطو في علاش؟ لحقاش تقريبا بحال هذا ديال السكوب بريس اللي حداه. هذا فاش كتدفع الفوق وكتهبط اليد ديالك، كتقلب اليد ديالك ياك باش تخليها باش تبين لافومبرا لقدام، توجهها لقدام، وعاوتاني كتطلع وكتقلب يديك وسط الطلعه. هذا ماشي مزيان الدراري، وما غاديش يبين لك الكتاف ديالك مزيان. لقاش نعاود نقولها السيريات هادو حسن من هادشي كامل اللي كنشوفو دابا. واصلا عييت كاع بالهضره. اصلا هذا ما لافومبرا خصو عندك لافومبرا قاصحه باش لحقاش فاش كتبقى تطلع وتدور في نفس الوقت، ماشي في نفس الوقت، ما حدك انت كتطلع وكتدور يديك باش تخلي الدامبيز افقيين، كيزيد يعيلك لافومبرا ديالك، والبيسبس حتى هي كتخدم. هادي نسيت باش نقول، البيسبس حتى هي كتخدم. اذا ماشي مزيان لك الدراري. شنو بقى لنا؟ اخيرا وليس اخيرا، احسن تمرين ديال الكتاف الوسطانيين هو هذا. ما كاينش، انا شوف داير نقول لكم واحد الحاجه، ما كاينش شي ماشينه ولا شي مهم شي اختراع غيديروا لنا شي واحد اللي يقدر يعوض هذا الدامبل ريز، لاترال ريز. مره نبان عليكم بلونغلي راكم تما. هذا صعيب شي واحد يعوضه، ونصح شي واحد انه اللي ما بغاش يخدم هذا تقريبا هذا التمرين هذا ديال هذا اول حاجه خصك ديرها. راه غالطين في التصوير، ما خاصكش تسرح يديك، ما تسرحش اليد ديالك، غيتهلك الكتف ديالك، اسمع الهضره ديالي. شنو غادي دير؟ غيتعوج اليد ديالك شويه، واحد 30 درجه، غيتعوجها شويه، غيتخدم التمرين ويديك شويه جمع الكود ديالك شويه، وتبقى تطلع وتبقى تبلوكي، طلع وبلوكي وهبط، طلع بلوكي 4 ثواني وهبط، طلع بلوكي 4 ثواني وهبط.
هذا مزيان. هذا عاود ثاني نعاود نقولها ونبقى نغني. هذا كيخدم الكور. علاش؟ لقاش كتكون واقف. فاش كتكون واقف كيخدموا لك الجلوتس، الموليات شويه، ماشي كتخدموا ولكن كيسخنوا شي شويه. لقاش كتبقى تقلب على ليكيليبراج، لقاش كتكون واقف. الهامسترينغز، ولكن الكور ديالك كيتونكاجا حتى هو. كتكون مزير على لي زابدو ديالك المهم هذا مزيان. لي زاتليت ديال السباحه ولا ديال المهم تقريبا هذا التمرين يصلح لكاع لي زاتليت. السباحه، رمي الجله، كاع الرياضه ديال الالعاب الاولمبيه، البوكس، تقريبا كل شيء كيصلح لهم التمرين هذا. وعندنا داك ما كاينينش هنا. المهم عندك هذا ديال النسخه ديال هذا اللي كتكون جالس. غادي نديرو راسنا زعما راه كاين هنا التصوير ديالو، غادي نجرو نحطو حتى هو في كابتن امريكا ليفل. لقاش حتى هو تمرين واعر ديال الكتاف. اذا وصلنا للنهايه الدراري، نصيحه اللي نقولها لكم، تحاولوا مع الثقل، خصوصا فاش تعملوا في الكتف اللوراني، تحاولوا مع الثقل، ما تغامروش، ما تبانوش على اصحابكم حكا كنهز كثر من هذا، اجي نبان على هذا في لاصه باش يعرفني بلي انا واعر ولا شي حاجه. داير يتهلكوا راسكم. والثقل حاولوا تماناجيو الثقل، كيفاش تهز الثقل، لا تكنيك الدراري. كاين بزاف فيديوهات اللي كيهضروا على لا تكنيك كيفاش تهز الثقل، ولكن حضر راسك. وانا غادي ننصحك نقول لك اسيدي خدم تقريبا دير 4 ديال، انا نقول لك شنو غيدير في البوش داي ديالك. عندك الكتف غيتوصل للكتف، دير 4 التمارين من هادو. حاول دير هذا ضروري. هذا ديال ستاندينغ لا ريزز. هذا مهم. هذا وهذا عندك يا اما هذا ولا هذا. المهم نديرو حنا هذا زوج. عندك 3 اذا ما شفتوش، 4 صافي. هادشي اللي كاين. هادو 4 السيريات اللي واعرين ديال الكتاف الوسطانيين. بالنسبه للكتاف اللور دير هذا وهذا. اذا بغيت تزيد زيد مع هذا صافي. وهاد التمرين هذا اللي الواحد اللي راه كاين هنايا اللي حفظ ديما في الزباله، لقاش هذا غادي يغيهلك، غادي يخرج لك على العظم ديالك. اذا خوتي تهلاو، نتلاقاو في الفيديو الجاي. سير تنعس.